أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كبسولة حب. الحقيقة من قواعد النجاح في الحياة الزوجية حسن اختيار الطرف الثاني في الجواز. يعني لما تكوني أنت مخطوبة وتختار الطرف الثاني متوافق معاك في الصفات ومتوافق معاك في الطباع، يبقى احنا كده قطعنا جزء كبير جدا من النجاح في الحياة الزوجية في المستقبل. مش شرط اننا نختار صفات تكون كويسة في الطرف التاني وما تكونش الصفات دي موجودة عندي. يعني في مثلا العريس الهادي، لو الزوجة ما هياش هادية ومن النوع الاكتف ومن النوع اللي هو الهايبر وعندها نشاط وعندها حركة، ما ينفعش معاها خالص الزوج الهادي، مع ان الزوج الهادي ده حاجة كويسة جدا بكتير جدا من الستات. لازم يكون الزوج او يكون العريس متوافق معاكي في المستوى الاجتماعي، من نفس المستوى الاجتماعي. احيانا بعض الناس او بعض الولاد او بعض البنات بيختاروا مستوى اجتماعي مختلف واعلى منهم عشان يرفعهم للمستوى اللي هم فيه. الحقيقة ده اختيار خاطئ، لان المستوى الاجتماعي ده لو مختلف هيكون هو ده المشكلة اللي هتواجهك بعد كده في الحياة. هتحس انك انت ما انتش متفقة معاه ولا هو هيحس ان هو متفق معاك، يبقى انت كده هديتي مستقبلك الزوجي وقد يصل الامر في الاخر الى الطلاق او الى الانفصال. فالمهم جدا اننا نعرف كل واحد فينا الصفات اللي موجودة فيه عشان يختار الطرف التاني يكون في نفس الصفات دي او تكون الصفات اللي عنده متشابهة للصفات دي. من المشاكل اللي بتواجه اللي هو العريس والعروسة في الجواز، لما تكون العروسة اكتف جدا وعندها حركة وبتحب اللي هو الخروج والسفر وبتحب الكلام وشخصيتها يعني قوية، انها بترتبط بعريس بيكون سلبي. طيب ازاي انت تعرفي ان عريسك ده ما هو السلبي؟ اولا الانسان السلبي او الراجل السلبي بينسحب من اي نقاش موجود بينك وبينه، دايما ما بيديكيش رد في اخر النقاش، بيحاول يهرب من المناقشات الطويلة، ما بيديكيش في الاخر المعنى اللي انت عايزاه. بتلاقيه دايما ما بيهتمش بالحاجات الخاصة بيكي، يعني هو مش مهتم غير بنفسه وكمان في اضيق حدود، يعني ممكن ما يكونش كمان مهتم بنفسه، لكن بالتالي ما بيكونش مهتم بيكي ولا انت عملت ايه ولا رحتي فين ولا جيتي منين ولا بتشتغلي ايه، ما بيسألش عنك. تمام، ما بيتكلمش كتير، هو ما بيحبش الكلام الكتير، ما بيحبش يعرف اي حاجه متعلقه بالاحداث اللي بتدور في البلد، هو مش فارق معاه حاجه، هو راجل سلبي عايز يعيش وخلاص. بنلاقيه دايما بيحافظ جدا على الوظيفه اللي هو فيها، حتى لو الوظيفه دي ما هياش مناسبه ليه واقل من قدراته، هو ممكن يلاقي حاجه احسن منها، لا هو ما بيفكرش ان هو يطلع خالص بره الوظيفه دي، هو مش عايز يخاطر ويطلع بره الوظيفه دي او ان هو يشتغل في حاجه تانية جديده او ان هو يدور على عمل جديد. هو محتفظ بالوظيفه دي اللي هي اقل من قدراته عشان ما يجازفش بان هو يدور على وظيفه جديده. بتلاقيه دايما ما بيحبش الرحلات ولا المغامره ولا السفر ولا ان هو يطلع بره المكان اللي هو قاعد فيه. تلاقيه برضه ما بيحبش الخروج. بنلاقيه برضه ان هو دايما بيستعين باراء الاخرين، لو انت اخدت رايه في حاجه او لو انتوا بتقرروا حاجه خاصه بمستقبلكم ما يديكيش راي، يقول لك طب انا هسال الاول ماما، هسال الاول بابا، هسال الاول عمي، هسال حد من اصدقائي. يعني دايما ما يديكيش رد قاطع في ساعتها، لان هو دايما بيخاف من تحمل المسؤوليه. انا بكده بكون خلصت كبسولة حب النهارده، ازاي تعرفي ان عريسك سلبي. كان معاكم خالد شهاب.